في العشية ديال 12 يونيو 2012 واحد البنت عندها 25 عام سميتها نيومي بيلونر حلت باب الغرفة ديال الفندق اللي كانت فيه في جزيرة باي في تايلاند اللي هي وجهة سياحية مشهورة بزاف. ملي حلت الباب دفعته بشوية وخلاتو محلول باش تدخل اختها الصغيرة أودري اللي عندها 20 عام وكانت كتجور معاها الشنط ديال السفر. نيومي وأودري بجوج بيهم ساكنين في كيبيك كندا، كانوا طالبات في الجامعة. سافروا في هاد الرحلة الطويلة لمدة شهر باش يحتفلوا بنهاية العام الدراسي. كانوا قضاو تقريبا 3 الأسابيع في الفيتنام واليوم وصلوا لتايلاند، وكان في خطرهم يبقاو شوية هنا قبل ما يرجعوا لكيبيك. ولكن في هاد اللحظة نيومي كانت حاسة بتعب كبير بزاف حيت السفر اليوم كان مرهق وطويل. وعلى ما كتعرفوا 3 الأسابيع اللي فاتوا كانوا عامرين بالسفر والتبدال بين المدن، ونيومي بدات كتحس راسها بحال وصلت للحد ديالها. فملي دخلت الغرفة الحاجة الوحيدة اللي كانت باغاها هي ترمي راسها فوق الناموسية وتنعس وتستافد شوية من الراحة. ولكن حيت دابا ولات مسافرة عندها تجربة، عرفت راسها خصها قبل كل شي تأكد باللي الناموسية نقية وما فيها لا بخوش لا بق ولا حوايج ما صالحينش. مشات وشدت الهزار وجراتو باش تشوف الفراش كي داير، وفعلا لقاتو نقي بزاف مرتب ومزيان، والغرفة كلها كانت كتفوح منها بريحة النظافة.